مرحلة بيكون بينك وبين اليأس من رحمة رب العالمين أقل من أسبوع. حرفيا بتصير تحكي حالك: يا رب أنا كنت مستاهل كل اللي عم يصير معي، يا رب دعيتك ولجأت لك وانت اللي دليتني على الطريق، يا رب أنا ضايع. هل وصلت لمرحلة إنك تخليت عني؟ هل وصلت لمرحلة إني هنت عليك؟ مرحلة من التخبط والضياع، لحظات تثبت على فروضك ومهامك، ولحظات تنفجر لأتفه الأسباب. عم تحاول تمسك حالك بأي خيط يجعلك توقف على رجليك وتوقف عن ذلك السقوط الحر، أو أي شيء يجعلك تتوازن من جديد، لكن ما في حدا حواليك، ما حدا فاهم عليك. وعم تحاول تبقى مسيطر على أبسط الأشياء، تأدي المهام اللي عليك ولو بشكل يسير، المهم إنه ما تفلت كل شيء. ليه وصلت لهالمرحلة؟ لأنك راكمت أثقال شديدة بالأشهر الماضية، لأنك ربما كنت حاطط أملك بشيء وخاب ظنك فيه، لأنك بحاجة إنك تراجع نفسك. وبالفعل بعد كل شيء صار معك بتراجع حالك وبتعيد التفكير بكل شيء، تتغير وجهتك، والشيء اللي خاب ظنك فيه بتحاول تتجاوزه بأي طريقة، مع أنك ما عارف ليش كل شيء تعسر ووقف فجأة، لكن بتسلم أمرك لله. هذه المرحلة تسبق مرحلة الفتح تماما. أين فتح؟ رح أقول لك. بيوم من الأيام عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ولم تفتح مكة بعد على يد المسلمين، يرى رؤيا أنه يذهب مع أصحابه للعمرة في بيت الله الحرام، يعني في مكة المكرمة. وكانت مكة حينها مع المشركين، فلبس لباس الإحرام وذهب مع حوالي 1000 من أصحابه، ولا يريد القتال، فقط يريد أن يطبق ما رأى في الرؤيا. وعندما وصل إلى منطقة تدعى الحديبية قبل مكة المكرمة بقليل، خرج إليه مجموعة من المشركين ومنعوه من دخول مكة عنوة. يعني ما في تدخل مكة بدون ما تقولنا. شلون جاي بدون ما تقول انك بدك تدخل على بيت الله الحرام؟ يعني بدون ما يبلغون. ومكة كان معروف انه كانت تجي للقبائل حتى قبل الاسلام لتأدية مناسك تعظيم بيت الله الحرام، ولكن لم يسمحوا له بدخولها لانهم كانوا على حرب